دلوقتي بيطرد حكم كمان بيتشارك، كل الناس ماشيه عايزه تضرب ومش عايزه تضرب. اهلا بكل محبي الدوري الانجليزي اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. معاكم سلمى والنوره في حته، احمد مش معانا، وانا دلوقتي رايحه ماتش لفريق جماهيره اكتر جماهير مشاغبه في البريمير ليج. انا كنت عارفه من زمان قوي ان سمعتهم كده، وفعلا لما كنت بروح تقريبا كل مره رحت ماتش كان بيحصل خناقه، بس فعلا طبقا للارقام اكتر فريق في انجلترا كلها في كل درجات الكوره حصل فيه قبض عليهم من البوليس كان فريق ويست هام. 103 واحد اتقبض عليهم الموسم اللي فات، وعلى مدار السنين هم اكتر فريق بيخش في مشاغبات وعندهم جماهير اللي هم اسمهم همجيين. فاحنا دلوقتي الماتش كمان نص ساعه واحنا جنب الاستاد مستنيين احمد يجي ياخد دومي، لان حاجه تانية في الاستاد دي وحشه قوي، وده اصلا سبب من الاسباب اللي بيقولوا ان في همج وفي خناقات، ان الجماهير مش طايقه الاداره بتاعت النادي. حاجه من الحاجات اللي كل ما بروح ماتش بلاقيهم محتاجين عليها هي اسعار التذاكر للعواجيز او للاطفال. معظم النوادي بتكون عامله التذاكر دي ارخص بكتير قوي، لكن ملعب ويست هام مش عامل الموضوع ده. حتى كلمتهم مره قلت لهم انا اكيد مش هدفع 85 استرليني عشان ابني اللي ما بيقعدش على كرسي يروح ماتش، وقالوا لي لا هو لازم. ما كانوش لزاز. وحصل معايا قصه تانية مع ويست هام الاسبوع ده، قصه مستفزه قوي قوي قوي، ودي برضو ليها علاقه بان جماهيرهم اكتر جمهور همجي. فلو بتحبوا الحلقات دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات تقولوا لنا دايما رايكم في الكومنتات، وهحكي لكم كل القصص دي على مدار الفلوج. ويلا بينا. ويست هام بقى منطقة في لندن كان معروفة انها الناس اللي عايشة فيها ناس فقراء بتشتغل وكده، فكانوا دايما بيكونوا متضايقين. في الستينات والسبعينات جماهير ويست هام ارتبطت بمجموعة همجية اسمهم الانتر سيتي حاجة يعني، وطلعوا في افلام كتير قوي. كان معروف عنهم الخناقات والحوارات واللبش وكده، كانوا بيتخانقوا مع جماهير فريق زي ميلوول مثلا كتير قوي، واول ما يعملوا خناقة ويولعوا في حاجات وكده يروحوا سايبين كارت كده بيقول احنا كنا هنا. يعني هم مش خايفين، يعني هم سمعتهم كده وهم مبسوطين بيها. فقعدت احاول اعرف ليه ده الموضوع وما لقيتش سبب. يعني هو ناس كتير قوي كانت كاتبه ان هو عشان المنطقه دي فقيره، بس في نوادي كتير قوي من مناطق فقيره، واصلا اقل فريق حصل فيه قبض على الناس يعني جنبه بالظبط، وهو فريق اسمه داجنمان ريد بريدج، وحتى اصلا ويست هام البنات بيلعبوا في الاستاد ده، فهو جنبه بالظبط واقل فريق حصل فيه ناس تقبض عليهم. فما اعتقدش انها المنطقه قوي، يعني ممكن طبعا يبقى ليها علاقه، بس ما اعتقدش ان هو ده السبب الحقيقي. ايه بقى النادي بيعمل ايه عشان يحسن السمعه دي؟ وطبعا في حاجه عايزه اقولها لكم، ان هم عشان سمعتهم كده فالبوليس بيكون كتير قوي، فبيكون مركز معاهم، فطبعا القبض بيزيد، فهي زي دوامه كده بتقعد تكمل. ايه بقى اللي حصل معايا انا الاسبوع ده؟ لقيت ايميل جاي لي من النادي، انا كنت شاريه تذكرتين، تذكره ليا وتذكره لنوره، بيقول لي ان التذاكر بتاعتي اون هولد ومش هينفع اخش الاستاد غير لما اعمل كذا حاجه، عشان احنا بنعمل تشيكس واحنا لقينا حاجه سسبيشس، حاجه يتشك فيها في الطريقه اللي انت اشتريتي بيها التذاكر، فبنتاكد. انا ما اعرفش لقوا ايه سسبيشس، هو انا اصلا اشتريت تذكرتي في يوم وتذكره اختي في يوم وهم تذكرتين، وعندي اشتراك في النادي ده بقالي كتير قوي، فانا ما فهمتش قوي هم بيقولوا ايه، بس ده حصل. ده بقى بيحصل كتير قوي في الماتشات الكبيره، عشان فعلا بيبقى في ناس من الفريق الخصم شاريين تذاكر مع الفريق الهوم، عشان طبعا ارخص واكتر فاسهل انك تجيبوا تذاكر، وبيشجعوا الخصم. بس انتوا جايين يعني تخشوا عليا انا اللي عندي عضويه بقالي 3 سنين بدفع عضويه وبعمل، يعني اتعصبت قوي. المهم طلبوا مننا ان احنا ونتصور واحنا شايلين باسبورنا ونبعت مليون الف حاجه، وفي ثانيتها انا واختي بعتنا كل حاجه. بس 3 ايام تعدي، 4 ايام معدي، اكلمهم يقولوا لي حاضر، يفكسوا لي. اتعصبت قوي قوي منهم. يعني ماشي خلاص انتوا بتحاولوا تشوفوا تقللوا الموضوع ده، بس يعني اتعصبت اصلا ان هم كاتبين ان احنا لقينا حاجه يتشك فيها في الطريقه اللي اشتريتي بيها تذاكر، عايزين تقولوا انها عشوائي، بنختار ناس عشوائيه، ماشي، بس تبتدوا تهبلوا كده. اتعصبت شويه. انا قافشه على النادي شويه، بصراحه بحبهم وجماهيرهم، طول ما انت محترم ومعاهم هيكونوا لذاذ قوي معاك، بس ثانيه ما يحسوا ان انت بتشجع حد تاني، وانا شايفه ان ده حقهم. فتحوا لي بقى التذاكر بعد ما كلمتهم 3 مرات امبارح. نوره بقى النهارده الصبح بتقول لي انا هلبس جاكيت احمر وانا رايحه، وهم كاتبين لنا في الايميل واضحا كده اوعوا تلبسوا الوان الفريق التاني. فقلت لها عامه هتبقى لذيذه في الفلوج انك تلبسي احمر وتتضربي، يعني عشان بما ان الفلوج عن اكتر جماهير مشاغبه نبقى صورناها لايف. بس طبعا بهزر، قلت لها ما تعملش كده، فلبستها كوفيه. عندي مثلا 4 كوفيات ويست هام، لبستها واحده ورايحين على الاستاد. يعني هنشوف بقى هيحصل مشاغبات النهارده ولا لا،
بس كده كده مستنيين احمد وشكلنا هنتاخر على الماتش عشان احمد اتاخر في الشغل، بس هنشوف. وعلى فكره احد اسباب استياء جماهير ويست هام هو الاستاد، ان الاستاد ده مش بتاعهم طبعا، وده لندن ستاديوم وهم عايزين استاد بتاعهم، ده مش معمول للكوره. فزي ما قلت في البلوج اللي فات الاجواء مش مهيئه لماتشات الكوره قوي، فنفسهم يغيروا ده. انا متاخره بس خلاص قربت، يلا بينا. فاتتني الاغنيه بيغنوها دلوقتي They reach the sky. دخلت وقاعده مع الالتراس فحلوه، هعرف ابين لكم كل حاجه. مكان الالتراس بقى كل الناس واقفه، الماتش كله ما بيقعدوش. اللي جنبي سالني انا منين، فانا خايفه قوي قلت له اني في مصر، بس قعدت اتوه الموضوع بقى وقلت له اني باجي كتير، وخدت تيشرت بالرحمه واداني دي هديه. بصوا اللذاذه بجد. بيقولوا له بتحطها في الدوريه وتشوطها، وقاعدين يسفوا عليه. المشكلة ان لو ليفربول ما جابوش اجوان الفيديو بتاعي باظ، عشان هم دول مش هيتعصبوا ولا هيعملوا مناكش، فانا كل مجهودي معتمد على حاجة مش بايدي. في طفل كولومبي احتفل لما لويس دياز جاب جون، فدلوقتي بيطرد الطفل ده، بيطلعوه بره. بصوا الاستاد كله بيتفرج على اللي بيتضرب فوق. اول ما الجون جه بقى الناس اللي بتشجع ليفربول ظهروا. طيب قبل ما تشتم اني مش بصور الاجوان، هو انا خايفه بجد. هو انا لما بصور اصلا اي حد منهم بلاقي مليون حد باصص لي، فهو لايق على الثيم بتاع الفيديو. انا بجد خايفه اصور الاجوان، خايفه اصور لما يكون معاهم هجمه، مش عايزه اتضرب ومش عايزه اتطرد. الحكم كمان بيتشتم. كل الناس ماشيه، هما الناس محتاجه قوي، متضايقه قوي يعني. طيب نورة السائحة جاية عايزة تصور المو وهو بيجيب الجون. أول ما دخلت لقيت محمد صلاح بيهجم وكانوا هيجيبوا جون، فطلعت التليفون لقيت الراجل اللي جنبي مش بيبطل شتايم يعني. لا الناس مرعبة. احنا قاعدين مع الالتراس، ما احنا قلنا عشان نوريكم بجد يعني. وكان جنبي ستات، قلت بقى دول زي يعني جايين يتفرجوا. لا كنت عايزه تلبسي احمر بتقولي؟ خلاص اهو. ايوه كده. طيب عشان تعرفوا ان هم بيحاولوا يقللوا القبض على الناس وكده، نوره وهي داخله، هي جت متاخر شويه، بيدخلوا اتنين اوضه ويفتشوهم، بيبصوا على تذكرتهم وكذا حد. حرام، الراجل اللي معايا كان شكله شاري تذكره يعني وحد مستعملها وما كانش فاهم، الراجل مش راضي يدخله. حرام، كان غلبان. عشان كده دايما بحذر الناس ما تشتروش قدام الاستاد، بجد بيبيعوا تذكره حد دخل بيها قبل كده، فالموضوع مش اسهل حاجه. طبعا عشان ماتش كبير زي ما قلت لكم، لما بيكون مليان بيفتحوا البيبان عشان الناس بقى تشرب سجاير وتاكل وترفه عن نفسها بره. احنا دلوقتي طلعنا ما بين الشوطين، ممكن نشوف حاجه ناكلها. فشار، يلا دي اكلتي المفضله في الاستادات. طب يا جماعه، انا عارفه ان انا الفيديو ده مش عن الاكل، بس انا كنت بقول في الفلوج اللي فات، او لا هتشوفوا فلوج لسه جاي، اني نفسي استاد واحد يبقى عنده قهوه حلوه، محل بتاع قهوه فاتح فيه. فجاه كده ببص جنبي لقيت استاد ويست هام. يمكن عشان مواعيد الماتشات وكده انه بتبقى دايما متاخر ولا؟ لا خالص، هو مواعيد بتبقى متوزعه قوي. ففي محل قهوه مخصص هناك اهو، كوستا، بيبيع قهوه. الطابور قاتل يعني. طب ما ده بيزنس حلو يا جماعه. جبنا فشار والشوط الثاني بدا، يا مسهل. والله ما بتكتوش الماتش كله. لا بس هما من اول ما الماتش بدا قاعدين يشتموا في الحكم وبيقولوا انت من طول عمرك، وشتيمه قبيحه قوي كده كده. حتى من فرقتهم اي حد يغلط غلطه يبتدوا يقولوا ما تلعبوش يا عم، يعني حتى نوره مستغربه يعني. لا انا مش ما بيرحموش. الناس ماشيه خلاص. خلاص هو كل الناس هتمشي.
نورة متضايقة عشان هي توقعت 4-0. متوقعة 4-0 وكنت حاسة ان انا جامدة قوي، بس يلا. بس مش صعبان عليكي جماهير وست هام؟ لا صعبانين عليا الصراحة، عايزة جون واحد. بيصعب عليا الناس اللي كلهم ماشيين. وبعدين وست هام بقى كذا ماتش الموسم ده يبقى لطشة كده ويمشوا بدري، وعادة انا بكون موجودة. شكل وشي بقى وحش عليهم، مع ان كان وشي حلو قوي عليهم في وشك حلو على ليفربول يعني. هو انا كده كده وشي حلو على ليفربول ده 100% يعني، بس ماشي. قولي ايه؟ لا بقول برافو قوي على اللعيبة، خسران 5-0 ولسه بيجري وعنده امل يعني. بس هو برضه خلي بالك يعني كده كده اكيد يعني لازم يعمل كده، والا يعني مش هيستبيع بالظبط. وبيبقى فيه بقى بونسز كتير قوي يعني، هو الهدف بالنسبه له بيبقى فيه حاجات يعني، فهو برضه فيها شويه بالظبط حاجه ماليه يعني. في خبطه حصلت. الكارير بتاعه هو اكيد بالظبط يعني. بالظبط. احكي لنا بقى عن وشك على ليفربول يعني. جاب 11 جون في ماتشين، انا اكيد way above الافريج بتاعهم. ده طبعا يعني. ماشي. عامة مشجعين ليفربول لو حد عايز يسبونسرني اجي احضر كل ماتشاتهم انا مستعدة. انا كمان وشي حلو كله يشهد يعني. ايوه بس انا يعني فاهمة عدد النجوان بقى وحلاوة الماتشات يعني الافريج بتاعك هيبقى اقل مني. ايوه دي حقيقة. في راجل اداني دي لذيذ والله، بس ده هو ما رجعش اصلا يعني. هو ما رجعش، اداني دي ومشي بقى، اتخنق. ناس كتير اصلا مشيت ما بين الشوطين، شفناهم وهم ماشيين، وهو احتجاج يعني. هم في بلالين سودا كده كتيرة قوي، هم بيحتاجوا ضد الاداره فبس. ايه يا جماعه ده؟ شوت! يلا يا عم سامرفيل. ايه يا عم ده؟ جماهير بتبوه. كل البلالين السوداء دي كانت احتجاج. علم مصر اهو بيبدلوا تيشيرتات اهو. هو بياخد جزمته ولا ايه؟ بيقول له انت ضربتني. والله بيشغلوا لهم اغاني وحرام. ثانك يو فور يور سبورت. انا بجد بيصعب عليا لما فريق يبقى ماشي وحش بجد. لا مش 5. لا و5 ولسه مرعوبين من ارسنال ويعني. ناس كتير قاعده تبعت لي تسالني لو صلاح اداني التيشيرت عشان شافوا علم مصر وشافوا صلاح بيدي حد التيشيرت. يا ريت يا جماعه يا ريت بجد. انا اصلا خايفه اصور اجوانه يعني، خايفه اصورهم وهما بيغنوا له. المشكله ان انا عشان عندي عضويه وفيها نقط كتير قوي خايفه يمكن لو بايعه والتذاكر مش باسمي مثلا اتشاقى براحتي، بس خايفه ما اعرفش اجي تاني. انت جبانه. انا جبانه. لا انا مش بس جبانه، انا ما بحبش اكسر القوانين. يعني لو في قانون مش هكسره يعني. ما بحبش اتهزق برضو خالص يعني. طب انت يعني هتعمليها يا جامده؟ يا سلام كدابه قوي. لو في ريسك انك تتضربي يعني كده كده شخصيتي ريسك تيكر اكتر منك. بس انك تتضربي وتتهزقي قدام كل الناس. لا مش هتضرب يعني. هم بجد والله العظيم انا الماتش اللي فات لا ما مرعبين. طردوا واحد من الاستاد فالسكيورتي واخده مأنججه كده، وكل حد معدي يروح مديله قفا كده وهو طالع. فلا يعني انت مش موافقه ان ده يحصل لك يعني، مش للدرجه. في فيلم اسمه جرين ستريت هوليجنز بيتكلم بقى على الموضوع الهمجيه اللي كنت بقول لكم عليه يعني. على الفريق ده مخصوص يعني. يعني على الفريق ده وناس اتقتلوا وكده، ويعني ده بيحصل في ميلوال برضو زي ما قلت لكم في اول الحلقه. فالكره كان فيها الموضوع ده قوي 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 يعني، وفي اسكتلندا كمان الموضوع ده معروف قوي يعني. ممكن تتضربوا الجو برد قوي. حاسس انها حاجه بتضحك قوي ان هم فريق بابلز وبيعمل بابلز، بعدين سمعتهم بقى ان هم اخشن فريق، واللي يروح الماتش هو كله شتايم من اوله لاخره. بيشتموا بقى في الحكم، لاعيبتهم، مدرب، اي حد بيشتموه بجد. بس بابلز بس واعلان صابون وحاجه كتكوته. لا الكره الانجليزيه دي برضو فيها حوارات. طب ايه رايك في الماتش؟ يعني اللي كان عاجبني انا ونورا في الماتش بالصراحه ان ما كانش ممل خالص يعني. كله هجمات كده وكده يعني. هو ليفربول اساسي يعني، هم اللي كانوا بيهاجموا يعني. بس ما كانش ماتش ميت خالص. وانت حظك طبعا فلوسك حلال في التذاكر اللي انت بتشتريها بكل الاجوان اللي جت دي. بس اللي عجبني في ليفربول دفاعه يعني. انا قبل الماتش قلت لنورا ان ويست هام هيجيبوا جوان لان ليفربول دفاعهم مش احسن حاجه. بصراحه ويست هام دفاعهم كان لا ويست هام دفاعهم وحش انا عارفه، بس انا قلت ليفربول من غير كوناتي، وبعدين لما جوميز اتصاب قلت هيخش فيهم اجوان. بس ده اللي عجبني فيهم ان فعلا دفاعهم كان كويس قوي قوي النهارده. ويست هام بصراحه
ما عملوش حاجه قوي يعني. الاكس جي بتاعهم اصلا كان 0.3. قدوس جاب كورتين في العرض يعني. انا شفت واحده من قريب والتانيه كان شكلها في العرض احنا احتفلنا اصلا على انها جون يعني. بس لا ويست هام عندهم مشاكل كتيره وليفربول برافو هم دلوقتي بقوا الاول فرق 8 نقط عن الثاني. حاسه هياخدوا الدوري نسبه كام؟ 68%. ايه رايك في الدقه؟ محسوبه. لا كل حاجه محسوبه. حسبت بقى بسرعه في دماغي كده. كام ماتش فاضل هيلعبوا مين. لا حسبت كل حاجه في دماغي والشامبيونز ليج وماتشات الشامبيونز ليج وكل ده. انا حاسه ان هم المفروض ياخدوا يعني. حاسه فرق 8 نقط حاسه لو ده. ما خدوهاش السنه دي الصراحه يبقى الموضوع حزين. بس لو سيتي فاقوا بس هو سيتي برضو بعاد. لا برضو يعني ما يستاهلوش الصراحه مستفزين سيتي. بس انا حاسه ان لو فان دايك او صلاح اتصابوا خلاص انسى بجد يعني. شفنا سحر صلاح وبنتكلم عن ده من الموسم اللي فات بس قد ايه الاسيستات بقت حاجه كبيره. ولا لا في اسيست النهارده يعني جبار يعني. هو ما حدش عارف هو كان قاصد ولا لا بس يعني لا هو صلاح بالصراحه. وانا كل ما بكون في الاستاد بقى موجوده دايما بكابتنه فبتبقى كده وشي حلو عليه ده من زمان والله. بس بكابتنه بقى كمان عشان افرح الفرحه فرحتين. احنا هنتاخر على القطر ولا لسه فاضل 5 دقايق؟ يلا بينا 5 دقايق. يلا بينا. المهم بقى ان ناس كتير صحاب نوره بيشجعوا ليفربول وقرروا ان هم هيساعدوك لو ليفربول اتأزمت يعني او كده ان هم هيساعدوكي في تحضري ناس ماتشات صح؟ فاندنج اوفرز كتير بدات تجيلي فلو اي حد تاني انترستد برضه انا يعني وعلى فكره هو صلاح نفسه يعني. انا وشي حلو على ليفربول عامه يعني بس هو صلاح نفسه بيحاول يتواصل بيا بس يتواصل بيكي عشان يزود العقود يعني اللي جايه لك يعني عشان كاريره طبعا معتمد على وجودك يعني معروفه يعني. لا مش مضمون لسه الدوري وكده بالظبط فلازم نقعدك شويه كمان. صح فاهمه قصدك قوي. طيب المشاغبين كان اسمهم ايه الهوليجنز قلنا؟ الهمجيين. كان زمان بقى دي حاجه منظمه يعني. كان في مجاميع همجيه منظمين. فزي ما قلت لكم في اول الفيديو لا الالتراس مش شرط يبقوا بالظبط يعني. الهمج دول يعني الانترسيتي فيرم دول هم كانوا بينظموا خناقات يعني. اللي هو يقول لك قابلني قدام الاستاد كمان اسبوع. بس هم كان اسمهم الانترسيتي فيرم لان هم كانوا بيستخدموا قطوره انترسيتي ان هم يسافروا بيها الاواي جيمز عشان يهربوا من البوليس. فيفضل بدل ما ياخدوا القطر السريع اللي بيوديه من المدينه دي للمدينه دي يقعد يركب قطوره كتير قوي جوه المدن يعني ويهرب من البوليس وما يتقفش. عاجبك القصص اللي بحكيها لك؟ ماشي. طيب فبدايه بقى الخناقات دي ما بينهم يعني كانت مع فريق ميلوال كده ما بقاش في البريمير ليج. انا نفسي اروح ماتش ما بينهم. نفسي قوي اروح ماتش ما بينهم لان هو ده كان الاساس يعني. بس كان برضو مع توتنهام وتشيلسي يعني. ويست هام مع توتنهام وتشيلسي كمان. والرايفلري او الديربي او كده مع ميلوال من اشرس الدربيات. وانا كده هروح ماتش ميلوال ما تقلقوش يعني. وهحكي لكم قصه ميلوال برضو في الماتش ده. فهو بقى البدايه كانت زي ما قلت في ريل كده كنت عملته عن بدايه الكره المحترفه في انجلترا. البدايه كانت ما بين العمال اللي بيشتغلوا في المينا جنوب لندن وغرب لندن بالظبط. فكان دول في جنوب لندن وغرب لندن وكانوا بيكرهوا بعض يعني. فبداوا اللي هو ميلوال ضد ويست هام يعني. هي بدات بالعمال يعني. الموضوع ملوش علاقه بالنادي رسميا ولا كوره. ومعظم الدربيات دي على فكره اساسها كان اقتصاد مش كوره يعني. يعني حتى في مانشستر وليفربول كتير قوي من اللي حصل يعني كان اقتصاد وان دول خدوا شغلانات كتير قوي من دول. فدي كانت حاجه كبيره قوي في الكوره. في 2009 بقى لما كان ويست هام لسه بيلعب في ابتن بارك في ابتن بارك يعني. كانوا بقى هما وميلوال اتخانقوا وكان في ناس طعنت بالسكاكين قدام الاستاد. اتفرجوا على الفيلم بتاع جرين ستريت هوليجنز هيعجبكم. ومن ساعه بقى ما ويست هام نقلوا للندن ستاديوم الموضوع بقى اصعب ان هم يفرقوا ما بين الجماهير والهوم والاواي. هو الاستاد بجد زي ما قلت لكم هو مش معمول مخصوص عشان كوره ومفتوح قوي على بعضه يعني. فبيبقى الموضوع صعب ان هم يفرقوهم. فالخناقات انا بجد عمري في حياتي ما رحت ماتش ويست هام من غير ما اشوف ناس بتتضرب يعني في حياتي يعني. نفسي بقى قوي اروح ماتش ويست هام وميلوال بس صعب قوي يلعبوا بعض يعني. بس لو حصل يعني ان شاء الله هبقى اول واحده في الاستاد. وبس يا جماعه لو عجبتكم الحلقه ولو عجبتكم فكره ان انا اجيب لكم اكتر جماهير مشاغبه اقل جماهير مشاغبه والحاجات دي في الفيديوهات قولوا لي. ولو عايزين تدعموا نوره انها تحضر ماتشات ليفربول طبعا برضه قولوا لي وانا كمان يعني. واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.